سلام، أنا لمياء. واليوم فاش كنعاود لكم قصتي عندي 30 سنة. تربيت وكبرت في أسرة محافظة اللي كتكون من ماما وبابا وخويا اللي كبر مني ب5 سنين. كنا ساكنين في العروبية، واحد القرية اللي كانت صغيرة، وكنا عايشين حياة زوينة. بابا كان خدام في المدينة، وغير شي جوج المرات فاش كيجينا في السيمانة كيجيب لنا المقديه وكيجيب لنا كاع داكشي اللي كان خاصنا انا وماما. كنا عايشين حياة عادية بحال كاع الناس. انا وماما ما كناش كنضربوا تماره، واخا كنا ساكنين في العروبيه، يعني ما كناش كنشقاو بزاف، ولا راكم عارفين الشقا كيكون شويه صعيب. ولكن كنا العكس، كنا مرتاحين. واللي حلينا على فمنا كان كيجيب لنا بابا، يعني ما كان خصنا حتى شي حاجه الحمد لله. انا بديت كنكبر وكيبانوا فيا المعالم ديال الانوثه، وليت زوينه بزاف وكل شي كيقولها ليا. كان شعري طويل وكحل ومسبسب بحال التيتان، اما عيني اللي كانوا كبار ومشفرين واللون ديالهم كحل كحل بزاف، وبشرتي اللي كانت بيضه بحال الحليب. كنت عامره شويه، ولكن غير من المناطق الانثويه. المهم كنت زوينه. ايوا انا ما قريتش، وصلت حتى للسادس وجلست في الدار، حيت بيني وبينكم ما كتعجبنيش القرايه. ايوا صافي قلت لبابا وقال لي اللي عجبك. فاش كبرت ودرت 16 عام بداو كيجيو فيا الخطاب. ايوا وقت ما يجي يطلبني شي واحد من دارنا كنت كنرفضو، يا اما ما كيكونش زوين الله يسمح ليا، ولا كيكون كبير عليا في العمر. داكشي علاش. ايوا بقيت على هذاك الحال حتى لواحد النهار، وهذا هو النهار الموعود اللي عمرني ما ننساه. كان بابا معنا في داك السبت والحد، فقنا الصباح وجمعنا الدار. ايوا انا كنت يلاه دوشت، يلا خرجت من الدوش حتى كنسمع الدقان في الباب. ايوا مشيت حليت الباب كنلقى خالتي طامو هي جارتنا قريبه لينا، وكتجي تقصر معنا شحال من مره. ايوا تسلمت معاها ورحبت بيها، دخلت للصالون وعيطت لماما اللي كانت في الكوزينه باش تجلس معاها. داكشي اللي كان، ماما عمرت اتاي وحطات الحلوه وجلسنا. انا مشيت نشفت شعري وجيت جلست معاهم. ايوا بقينا مجمعين وكنضحكوا حتى لواحد شويه نطقات خالتي طامو وقالت: ايوا توريه الحصول ما فيه. شوفي راه جيت ندوي معكم في واحد الموضوع انت وبنتك. قالت لها ماما خير ان شاء الله. شنو؟ البارحه كنت جالسه حتى كنسمع تليفوني كيصوني. مني جاوبت لقيت واحد المراه كنت كندير لها الميناج، قديمه من زمان الزماني. ايوا دورت ليا وسولت فيا مسكينه، كانت مره كتسول فيا. ايوا ملي بقينا كندوي وديت انا وياه وجبنا في الهضره، حتى قالت لي: واش ما كتعرفيش شي بنت الزواج؟ وقلت لها علاش؟ قالت لك بلي بغات تزوج ولدها في عمره 30 عام، كبير. ايوا واش غنقول لك، عطيها الدوران والزناقي والزون النشاط، وهي خايفه عليه. وقالت لك بغات تزوجو وتجيب ليه شي بنت اللي تسترو، شي بنت تكون درويشه. ايوا انا ما طاحت لي في بالي غير لمياء، راها بحال بنتي وانا اللي عارفاها. انا نطقت وقلت لها: وشكون هاد المراه وفين كتعرفيها خالتي؟ ايوا واش غنقول لك، فاش كنت بنيتي مازال صغيره، مازال كاع ما تزوجت، كنت كنمشي ندير الميناج في المدينه، حيت هي ماشي من هنايا، هي ساكنه في المدينه ديال الرباط. ايوا راه بخيرهم وخميرهم، لاباس عليهم انت مناد الخير. ايوا صافي بقات عندنا النمره ديالي، ومره كتسول فيا، ومره كاع كنمشي ندير الميناج. ولكن شحال هادي ما بقيت شفتها، حتى دورت لي البارح وهذا الشيء اللي قالت لي: ايوا واش بان لك بنيتي؟ انا حضرت راسي وقلت لها: والله ما عرفت، ولكن مازال ما شفتش الولد. ايه راه قالت لي غتصيفط لي التصويره، والله ما عرفت، بلاتي نشوف صيفطتها ليا. هاكي شوفي الواتساب راه ما كنعرفش ليه. ايوا عطاتني التليفون وراتني النمره، دخلت ولقيتها بلي ما صيفط ليها والو. قلت لها لا ما كاين حتى شي تصويره. ايوا صافي دابا نعاود نسولها. ايوا المهم قولوا لي نتوما واش بغيتو. نطقات ماما وقالت لها: ايوا واش غنقول لك صاحبتي، راكي عارفه الشوار ماشي شوارنا، الشوار ديال الحاج هو اللي كيدوي. ايه عندك الحق. ايوا ماشي مشكل، حتى دابا باقي الحال، انت تشاوري معاه وتشاوري مع بنتك، وديك الساعه تردوا عليا الخبار باش حتى انا نقول لها شنو كاين.
وداكشي اللي كاين. خرجت طامو من عندنا ودويت انا وماما، وقالت لي شنو بالك؟ قلت لها ماشي مشكل، نشوفوا الولد ونشوفوا العائله، الا عجبتني انا بغيت. واخا كنت صغيره كنت باغيه نتزوج، حتى كيبان لي داك هو المستقبل، لا قرايه حتى شي حاجه. ايوا راكم عارفين الاجواء ديال العروبيه، كيقول لك البنت خصها تتزوج. ايوا ملي جا بابا من الزنقه قلنا ليه شنو كاين، وحتى هو قال نفس الهضره، قال لك نشوفوا الولد ونشوفوا باه والعائله، وديك الساعه الا كان داكشي اللي بغينا لا كيمل بالخير. ماما رجعت الخبر على طامو، وطامو رجعت الخبر على المراه. عاودت جات عندنا طامو وقالت لينا شنو كاين. قالت لك بلي المراه ما يمكنش لا تصيفط لها تصويرت ولدها حتى تشوفنا هي الاولى. انا الصراحه ما عجبنيش الحال، قلت علاش كيكثروا على حياتهم؟ شنو فيها كاع الا شفت تصويرته؟ يمكن يكون خايب، يمكن هما خافوني ما يعجبنيش، ولكن ماشي مشكل. وشنو خاسر انا؟ الا جاو ما عجبنيش غنرجعو بحال خوتو. ايوا البنات بلا ما تقولوا لي كنتشرط، انا هكا دايره وطبيعتي هكا دايره، كيعجبني الزين، ايوا الزين نحبو مولانا. ايوا جا النهار اللي غيكون فيه النظره الشرعيه اولا التعارف، وهنا كانت الصدمه. جات غير امو وباه وواحد خالته، وكانت معاهم حتى اختو الصغيره اللي كان في عمرها ديك 20 سنه، وهو ما كاينش. مولاي السلطان ما جاش. ايوا جاو دخلناهم ورحبنا بيهم، عطيناهم صوابهم. بابا قال لهم فينا هو العريس. ايوا قلنا باه باللي ما جاش حيت عنده الخدمه بزاف وما يمكنش يجي. ولكن بيني وبينكم ديك الهضره ما دخلش لنا من ودن وما خرجت من الاخرى. كيفاش هو جاي يتخطب ليه مو باه وهو فينا هو؟ واش انا مقاده على الخوا، لابسه قفطاني ودايره فولاري؟ انا واخا كان شعري زوين ما كنت كنعريه، كنت محجبه. ايوا داكشي داز عليا غير بالتقوليه، كاع ما عجبني الحال. ولكن واخا هكاك ما بينتش. اما واحد امو اللي حماقت عليه وتسطات عليا، ما بغاتش تحيد عليا عينيها. ايوا غير جالسه حدايا وكضرب لي على رجليا وتقول لي تبارك الله تبارك الله، وانا دايره فيها راسي حشمانه. ايوا وصلت ديك 6 العشيه ومشاو في حالهم حيت خصهم يرجعوا للمدينه بكري. ايوا مي مشاو بقينا حنا وخالتي طامو، وانا نقول لها بلي ما عجبنيش الحال. قالت لي علاش؟ قلت لها واش هو ما جايش؟ الراجل هو المهم، انا راه خصني نشوف العريس ماشي امو وباه، انا ما غنزوجش بيهم. قلت لها خالتي كي داير العريس؟ قالت لي خالتي طامو ايوا واش غنقول لك بنيتي، انا شحال هادي ما بقيت شفتو، راه كان مازال صغير وبيكون دابا راه كبير. ايوا واش فيها؟ توكلي على الله وديري نيتك. حتى ماما بقات كتغوت عليا وكتقول لي غير توكلي على الله، الزين ماشي هو كلشي. ايوا نقاو ليا ودنيا مزيان وصافي. ايوا بقى الكونتاك بيننا وبين ديك المراه اللي غتكون عكوزتي، وقالوا باللي غيديروا الخطبه، وكانت مزروبه بزاف. كنقول علاش مزروبه لهاد الدرجه؟ ايوا حتى بابا بقات عنده الهضره مع داك الراجل بات العريس. داز تقريبا غير شي سيمانه مورا التعارف، وقالوا لنا بلي غيجيو وغيديروا الخطوبه الرسميه. انا سمعت الخبر وفرحت، ماشي حيت غنتخطب لا، هاد الاحساس عايشاه من قبل ولا كيجيني عادي، ولكن فرحت حيت غنشوف العريس. واش كيفاش كنتخيلو؟ كبير وسنانو طايحين وشعرو كيطيح وقرع من القدام. واخا قالت لي خالتي طامو في عمره 30 عام، انا كنتخيلو كبير حيت ما جاش معاهم دخل لي الشك. ايوا ماشي مشكل. جا النهار اللي غيجيو فيه، اش غنقول لكم، ماما ما قصرتش من جهدها. جاو خوالاتي وعماماتي ووجدوا الطياب وكاع داكشي اللي خص. المهم داروا خطبه واعره. ايوا جابت لي ماما واحد القفطان اللي كان في البيض، كان سامبل وبالحزام ديال الذهبي. جابت لي واحد جوج بغاسليات ديال الذهب، قالت لي هاكي ديري هادو في يديك ولبسي قفطانك وديري شيشان يجي معاه، وراه هي البلغه ديال الصم في الماريو لبسيها حتى هي. قلت لها واخا. خرجت ماما وسدت عليا الباب.
ايوا لبست داك القفطان ودرت معاه حزامو، ودرت واحد الشال اللي كان في البيج، جا زوين معاه. لبست ديك البليغه في رجليا، جيت زوينه. شفت راسي في المرايه وهزيت من فوق الكوافوز واحد الفاغاجو، درتو في حناكي، وواحد الكروس خفيف في شفايفي. جيت زوينه بزاف. بقيت كنشوف راسي مده في المرايه وانا نقول وإلا كان خايب شنو فيها، خلق الله كاع ما كيتعايب. المهم هو انني نتزوج وندير وليداتي ونتستر في داري. شنو اللي يقلي كاع انا نجلس في دار با. صافي توكل على الله حتى لين غنبقى رد الخطاب. قال لي الراس الاخر ولا كان كبير. جاوبت بحال الهبيله وإلا كان كبير ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. صافي وخاص كانوا حتى 50 عام. اصلا بابا الا قلت لي بلي ما بغيتوش غيغوت عليا. بابا كاع ما كيعجبو هاد الضحك الباسل. ايوا جات ماما كتدق وقالت لي امدرا لبستي. شافتني وقالت لي تبارك الله تبارك الله على الحبيبه ديالي. الله اكبر، ما شاء الله عليك يا بنيتي، جيتي كتحمقي. دوري 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 نشوف. شدتني من يدي ودوراتني. قلت لها ماما كي جيتي غزاله تبارك الله بنيتي، قري على راسك القران قراي. تا خلاص ماما تنتي عيقتي مالي انا هي غوادالوبي. قلت لي راه كيحسنوا غوادالوبي واخا ما عمرني شفتها. ايوا بدات ماما كتضحك. قلت لها ماما انا مخلوعه بزاف. مناش مخلوعه؟ قلت لها ماما خفتو يكون كبير عليا ولا ما يكونش زوين. جلستني فوق الناموسيه وقالت لي شوفي يا بنيتي، نهار تزوجت بباك عمرني ما شفتو. تزوجت بها على سنة الله ورسوله، زواج تقليدي. ما همني لا زينو ولا فلوسو، همني قلبو. الراجل ما كيتحايبش في زينو وكاع خلق الله زوين. شوفي توكلي على الله، راه ربي كبير، وسيري تزوجي وديري دارك وعودي يجي عندي بنيتي مره ونشوف وليدك ما حتجي في الحياه. وما يهمكش الزين، راه الزين مع الوقت كيدبال وكيبقى غير المعقول. واش متفقين؟ حركت لي راسي بالايجاب ووقفت حتى كنسمعوا الصونيت في الباب. قلت لها هما باقي لا جاو غير بشويه عليك. ويلي دبتي ورزني الله يعطيك الرضا. جلسي هنا وما تخرجي حتى نعيط لك. واخا ماما. ايوا جلست وهي خرجات وانا رجليا كيترعدوا عليا، يديا كني كنرجف. ما عرفتش علاش اول مره نحس بهذا الاحساس. وشي 4 الخطاب جاوني وعادي بحال ما وقع والو، ما كنحس حتى شي حاجه. ولكن اليوم احساس غريب بزاف يا سبحان الله. ايوا خرجات ماما ونمشيو لمكان اخر، وفي نفس المكان مرسيدس اللي كانت كحله وقفت قدام الدار، دار ديال لمياء في العروبيه. هبط منها هو اللي كان واقف بكل هبه وكاريزما، جمال اللي كان مختلف ومميز، عيون اللي كانوا كبار وفي اللون ازرق بليوسيال. بمجرد ما كتشوفي فيهم كتحسي براسك وكانك كتشوفي في موج البحر، كتساهي وتغرقي. بشرته اللي كانت قمحيه ولحيته اللي كانت ما كتيفاش بزاف ومقاده متراسيه، اما شعره اللي كان رطب ومطلعو الفوق. المهم خوكم تيتيز وقرطاسه. اما البارفان ديالو اللي كانت كتشم منين ومنين، وفاش كتشوفي فيه ما تقدريش تزعمي عليه حيت كتبان عنده واحد الهيبه اللي طاغيه. غير هبط وبدا كيدور عينيه في البلاصه. الوالده واش هادي الدار؟ هي يا وليدي هي هادي. زيد. جا عنده السي حسن هو الاب ديالو، ضرب لي على ظهرو قال ليه توفيق كون ولدي معنا راجل. وانا من ديما الوالد راجل. ايه انا عارفك راجل ونص، ولكن عندك تحشمنا قدام الناس. ايوا نتوما جايبيني بزز الصراحه غير ديال الحشومه. وصافي ولدي من الهضره
دابا راه وصلنا عند الناس، وزيدون انا وماماك بغينا لك غير مصلحتك. واخا الوالد هو اللي قال مع راسو بغيتو لي مصلحتي. واخا حنا نشوفوا هاد اللعب فين غيوصلنا. ايوا دقوا الباب وحلوا ليهم عائلة لمياء ورحبوا بهم احسن ترحيب. دخلوهم التمر والحليب، جلسوا في الصالة وبقاو مجمعين على الضحك والنشاط. تلاقاو الرجال وجلسوا مع بعضياتهم، والعيالات مجمعين مع بعضياتهم. حتى نطقات لاله الساتية ماما توفيق وقالت: ايوا لاله تورية، فين هي لاله العروسة؟ بغينا نشوفوها. ايه واخا، انا مش نعيط ليها. ناض تورية باش تعيط للمياء، اما توفيق اللي جالس وكيتسنى يشوف شكون هي هاد البنت وما عجبو حال. غتقولوا علاش ما عجبوش الحال وعلاش ما جاش معاهم في النظره الشرعيه؟ غنقول لكم باللي هو ما باغيش هاد الزواج، وجاي غير بزز عليه بلي لا يطريه ليه، حيت ماماه قالت ليه عالسخط رضا. نعرفكم شويه على توفيق العمراني، رجل اعمال كبير معروف في البلاد وحتى في خارج البلاد. عنده بزاف ديال الشركات وبزاف ديال الاعمال اللي مشهورين، وهذا الشيء كان وراثيا من عند الاب ديالو، حيت حتى باه السي حسن كذلك. ايوا هو من النوع اللي ما كيتصاحبش بزاف ولا كيدير العلاقات بزاف، ولكن هو دابا معه علاقه مع واحد بنت لي عاديه، ولكن حتى هي من اسره معروفه. ايوا واش غنقول لكم، صاحب معها هادي شي عامين وناوي باش يتزوج بها، ولكن ماماه لاله السعديه ما باغياهاش وما كتحملهاش، كتقول باللي هي غير بنت الزنقه وما تليقش للحلال. ايوا قالت ليها: انا سخت عليك لا ديتي هاديك، انا اللي نتزوجك وانا اللي نلقى لك لاله البنات. ايوا مني زيراتو قالت ليها: الا ما تزوجتيش بديك اللي جبت لك انا سخت عليك وما باقيش تعرفني. وبرغم من انه كيحماق على ماماه ما يقدرش يخسر لها خاطرها. ايوا هو كيقول مع راسو غير ندير لها خاطرها، انا اصلا ما غنتزوجش بهذيك اللي غتجيب ليا. بغى غير يثبتها ويسكتها، ولكن واش هادشي اللي غيكون احنا غنعرفو. ايوا جات لاله العروسه هازه الصينيه اتاي، هي اللي كانت مخلوعه وكتقفقف جايه في الطريق مع الدوره ديال الصاله. قالت لماها: ماما عافاك قولي لي كي داير العريس؟ ايوا خلاص سكتي، راه غيسمعك شي حد، حنتي غتدخلي وتشوفيه. ناري انا مخلوعه. شت ما تخلي والو، قولي بسم الله ودخلي. ايوا غير قالت لها بسم الله وهي وصلت للصاله، سلطات البليغه ديالها ودخلات. قالت العيالات: السلام عليكم. هو غير سمع داك الصوت الانثوي وهز عينيه: وهي مولاي السلطان هز عينيك تشوف الزين، وهي مولاي السلطان هز عينيك تشوف الزين. ايوا شافها، ايوا السيد ولا بحال ديك الزبيده اللي كتجرى في المقيله سخونه وكتذوب. شافها وتصدم، قرب لودنين مو قال لها: واش هي هادي العروسه؟ ايه هي هادي، قول لي كي جاتك. هو كحز حدا ودنين مو سكت حنحن. هي سمعت حنحينه ديال شي راجل اللي كانت باينه كتقول: فين هو هاد العريس؟ ويلي واش هادو راه كلهم كبار. حيت ما قلت لكمش فاش توفيق جاب معاه واحد خالو وواحد جوج عمامو، رجال كبار كانوا في عمرهم ديك في الخمسينات. ايوا كانوا جالسين في الصاله الاخرى، بقات كدور عينيهم ما بانش لها حتى شي حد صغير. اما توفيق كان جالس حدا ماما، حيت راكم عارفين العريس كيكون مختلف على الاخرين. ايوا دورت عينيها وبانوا لها غير الناس الكبار والتخلعات. ناري فاين هذا غيكون غير الشرف. هادشي طبعا كتقولوا غير في خاطرها. حتى نطقت لاله الساتيه وقالت: اهلا بمرات ولدي، اجي عند بنيتي اجي. ايوا بس جوج بوسات في حناكها: اهلا جلسي بنيتي جلسي حدا زمانك. انا غير سمعت ديك زمانك وانا نشوف حداها. اوه
قلبي، واش هذا؟ كيبان له هو اللي كان جالس بكل شموخ وهز حجبانو وكيشوف فيها، باينه بلي عجباتو ولكن ما بغاش يبين لها طبعا. هو اللي كيقول مع راسو: او ما يمكنش، واش هي العروسه وقرطاسه مع راسها؟ استغفر الله العلي العظيم، اش كنقول انا؟ ايوا، حتى كتبان لي هي اللي قالت ليها السلام عليكم، مد لها يديه ومدات لي حتى يديها بحشمه، سلموا. وقالت لها السعديه: ايوا جلسي هنايا حداه. لا خالتي، غير خليني نجلس مع العيالات. ايوا غير جلسي، راه غيكون راجلك، بلا ما تحشمي بليتي، غير جلسي. انا حيت ما زدت حشمت، جلست حداها وخليت واحد شويه مسافه الامل بيني وبينه، طبعا باش ما نبانش خفيفه. بعدا